السلام عليكم، أنا أنس خالد وحلقة النهارده بعنوان أفضل 10 أفلام مصرية في 2017. نروح للمركز العاشر على طول. المركز العاشر فيلم هروب اضطراري. الفيلم ده لما نزل ساعتها كان يعتبر عامل إيرادات كبيرة جدا، حاجة و50 مليون تقريبا، وكان واخد المركز الأول كأكتر فيلم حقق إيرادات في تاريخ السينما. فكلمة كان ناجح في الفترة دي قليلة. فيلم نوعا ما في ناس تقول لك خد أكتر من اللي كان يستحقه. والله هو كفنيا وبالنسبة للإيرادات دي هو ممكن نقول الفيلم حلو، فيلم ممتع، في أكشن كويس، في رتم أحداث حلو جدا، من أول دقيقة لحد آخر دقيقة أنت مستمتع، الرتم على طول في تصاعد. فحقيقي هو فيلم حلو جدا ومسلي، وكفيلم أكشن وبطولة أحمد السقا. لا يا جماعة الفيلم حلو. شايف إن في ناس طلعت عليه إن هو فيلم وحش أو فيلم عادي. فيلم مش عادي، فيلم كويس وممتع ومسلي، الأكشن اللي اتقدم فيه كان حلو. ونروح للمركز التاسع. من أفضل الأفلام اللي عملها محمد رمضان في تاريخه فيلم آخر ديك في مصر، واللي بالنسبة لي الكوميديا في الفيلم ده فيلم حرفيا مظلوم، اتظلم كتجاريا في السنة دي، واتظلم كإعلاميا من السنة اللي نزل فيها لغاية دلوقتي. فيلم يا جماعة قدم كوميديا كويسة جدا، الأداء التمثيلي رائع من كل الموجودين، حقيقي فعلا كل الكاست بتاع الفيلم كان رائع منهم كلهم. محمد ثروت ومحمد رمضان في كيمياء مش طبيعية. عامة محمد ثروت بحس إن في كيمياء بينه وبين أي حد يمثل قدامه. الراجل بيعرف يندمج مع أي حد وبيقدم أعلى ما عنده. كمية ضحك في الفيلم دوت رائعة، من أفضل الأفلام الكوميدية اللي شفتها في آخر 10 سنين تقريبا. فحقيقي فيلم عظيم ويستاهل المشاهدة. ونروح للمركز الثاني. برضه فيلم لمحمد رمضان واللي يعتبر برضه من أفضل أفلامه هو فيلم جواب اعتقال. كأداء تمثيلي من أفضل أفلام محمد رمضان. كقصة قصة كويسة ولها معنى، والنهاية بتاعته جميلة جدا صراحة. حقيقي فيلم حلو ومؤثر، وفي دراما وفي جانب من الأكشن كان كويس. صراحة هو فيلم كويس، وأنت مشفتوش لا الفيلم يستاهل إنك تتفرج عليه. نروح للمركز السابع. فيلم بشتري الراجل. هو مش الفيلم العظيم اللي ممكن تشوفه، او مش الفيلم الرومانسي الرائع كفيلم مصري، بس صراحة هو فيلم ممتع من البداية لحد النهاية. القصة اللي اتقدمت بشكل حلو، الأداء التمثيلي والكيمياء بين محمد ممدوح ونيلي كريم كانت جميلة. فصراحة هو فيلم ممتع ويستاهل إنك تتفرج عليه. في مشاهد حلوة وفي قصة كويسة وفي رتم تصاعدي بشكل جميل، كان لازم يبقى موجود معانا في القائمة دي الصراحة. ونروح للمركز السادس. الفيلم اللي حصل عليه جدل كبير بين ناس كتيرة جدا شايفاه وحش وناس كتيرة جدا شايفاه عالمي، وهو فيلم الأصليين. صراحة هتقدر تقول أنا واقف في النص، أنا مش شايفه فيلم وحش، إن هو مش فيلم وحش خالص، ده بالعكس بيقول عليه فيلم وحش. مش عارف، عندي خلاف كتير جدا مع اللي يقول عليه وحش. بس اللي يقول عليه فيلم عالمي وفيلم ليفل مروان حامد، مش عارف، يمكن الفيلم يقصد حاجات ما وصلتليش، لأن الفيلم فيه إسقاطات كتير وفيه رمزيات كتير. فيلم تقيل والمعنى بتاعه كبير، والأداء التمثيلي من ماجد الكدواني كان جميل، القصة اللي اتقدمت حلوة، الريتم كان جميل، النهاية كانت موفقة. فيلم حلو، فيلم ممتع. بس فيلم ليفل مروان حامد بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي، لا يا جماعة ده مش ليفل تراب الماس، مش ليفل الفيل الأزرق، مش الليفل ده خالص، بعيد كل البعد. بس يظل فيلم حلو جدا ويستاهل المشاهدة، من أفضل أفلام 2017 بدون نقاش. ونروح للمركز الخامس. فيلم جيف جاكسون، واللي بالنسبة لي يعتبر هو تقريبا أفضل فيلم لأحمد الفيشاوي. أداؤه التمثيلي في الفيلم ده أعلى أداء تمثيلي شفته أحمد الفيشاوي. فيلم ممتع ومسلي، والقصة اللي اتحكت وطريقة السرد والماشي في كذا خط زمني كان ممتع فعلا من أول دقيقة لآخر دقيقة. مش هيجي عليك وقت تحس إن الفيلم واقع، اللي هو لأ مد مثلا في الأحداث، لأ حقيقي فعلا فيلم ممتع ومسلي، وعارف يمشي بنمط كويس، وقدم قصة حلوة تستاهل إنك تتفرج على الفيلم لو ما شفتوش. فكان لازم يبقى موجود معانا في القائمة دي، ويبقى موجود من التوب فايف كمان. ونروح للمركز الرابع. فيلم الخلية، من أفضل أفلام أحمد عز في السنين الأخيرة. كفيلم أكشن كان جميل جدا صراحة لما نزل ساعتها، ولغاية دلوقتي شايف إن هو اتقدم فيه أكشن كويس جدا، الجودة كانت فيه حلوة جدا، الكادرات كانت فيه كويسة، أداء التمثيلي من أعلى أداء أحمد عز. هتقول لي أداؤه فيه مش الواو، أقول لك أداؤه مش الواو، بس أداؤه فعلا من أعلى أداءات. اللي هو لو رحت لآخر 10 سنين هختار 3 أداءات ممكن يكون دوره في الخلية من ضمنهم. عامل دور بطريقة جميلة، مشاهد كوميدية عاملها حلوة قوي، مشاهد درامية عاملها حلو جدا. فحقيقي فيلم عظيم ويستاهل إنك تتفرج عليه. نروح للمركز الثالث. أفضل فيلم في تاريخ تامر حسني، فيلم تصبح على خير. أكتر حاجة اللي عجبتني في الفيلم القصة اللي طرحها والتويست، حرفيا عظمة. القصة اللي قدمها جميلة جدا، والفكرة ذات نفسها هي فكرة لو ما تحسها لسعة، اللي هو يا جماعة فعلا هل ممكن يبقى في شيء ممكن ألبسه بدل ما أحلم بحاجة أبقى جوه الحلم وعايش جواه. كانت جميلة جدا وتقدمت بشكل حلو، والبلوت تويست اللي في الآخر عظمة. أداء تامر حسني كان جميل، المشاهد الكوميدية كانت رائعة، المشاهد الدرامية كانت كويسة جدا ومؤثرة، الموسيقى كانت حلوة، البداية النهاية القفلة. فيلم حلو جدا، من أفضل أفلام تامر حسني بدون نقاش. ما أعتقدش إن في حد ممكن يختلف في النقطة دي.
وفي رايي انا الشخصي هو ده افضل فيلم لتامر حسني صراحه، كان لازم يبقى موجود معانا في القائمه دي ويكون من توب 3 كمان. ونروح للمركز الثاني، فيلم بنك الحظ. افضل فيلم كوميدي في اخر 10 سنين، افضل فيلم كوميدي تقريبا من الافلام بتاعت 2009 2008. ما شفتش فيلم في ليفل الكوميديا دي غير بنك الحظ. يعني بالبلدي ممكن نقول في اخر 15 سنه افضل فيلم كوميدي هو بنك الحظ. فيلم ككوميديا رائعه، من اول دقيقه لاخر دقيقه انت مش بتضحك، انت بتموت على نفسك من الضحك. هو دلوقتي واحد بيتفرج على افلام في السينما بيبقى خارج يقول اه ده فيلم كوميدي حلو، لو ضحك مثلا بالصريخ ضحك مرتين او 3 مرات يبقى منبهر. مرتين دي وثلاث مرات انت ممكن تضحكهم في مشهد في الفيلم ده. فيلم فعلا على مستوى الكوميديا اتقدم بشكل حلو جدا، والاداء التمثيلي كان رائع من كل الكاست. حتى اللي عاملين ادوار ثانويه كان عاملها بطريقه جميله، نهايته كانت حلوه، البدايه كانت جميله. على مستوى الكوميديا كان عظيم جدا صراحه، فحقيقي هو فيلم عظيم ويستاهل المشاهده، يستحق المرتبه دي عن جداره واستحقاق كمان. اللي هو انا كنت بفكر اديله المركز الاول كمان، بس المركز الاول فيلم عظيم جدا الصراحه. نروح للمركز الاول، فيلم الكنز الجزء الاول. افضل اداء تمثيلي لمحمد سعد في تاريخه، من افضل اداءات تمثيليه لمحمد رمضان في تاريخه، من افضل الافلام تاريخ شريف عرفة. فيلم عظيم من جميع النقط تقريبا. موسيقى فيه كانت جميله، طريقه السرد، الاغاني وصوت امينه خليل، القصص اللي اتحكت وانه بيحكي في كذا حقبه زمنيه وايام العصر الفرعوني وايام الملك فاروق. فيلم عظيم يا جماعه، كتصوير كاخراج كاداء تمثيلي كموسيقى كريتم كبدايه كنهايه. افضل الافلام اللي شفتها في تاريخ السينما المصريه عامه، حقيقي فعلا فيلم عظيم ومن افضل الافلام اللي شفتها في حياتي اصلا. وغالبا لو عملت قائمه افضل 10 افلام في اخر 10 سنين بشكل او باخر ده هيكون موجود، واحتمال يكون من توب 3 كمان. فحقيقي هو فيلم عظيم. وبس كده، لو ده حابب تشترك لايك والاشتراك، وسلام.